اللي يومه سايب هدفه يفضل غايب. طول عمري بسمع كلام زي حط أهداف في السماء، خلي هدفك يبقى كبير، علق أهدافك في كل حتة حواليك عشان تفضل فاكرها. سألت نفسي يا دينا يا دندونة، انت كاتبة أهداف تخليكي نجيب سويرس ومعلقاها قدامك في كل حتة، ليه مش عارفة توصلي لها؟ والحقيقة اللي اكتشفتها إننا لا نرتقي لمستوى أهدافنا، إحنا بننزل لمستوى عاداتنا وتصرفاتنا اليومية. يعني الحاجات اللي عملتها وكررتها كتير جدا كل يوم هي اللي بتكسب في الآخر، والنتيجة اللي أنا فيها دلوقتي وحياتي سواء عجباني أو لأ دي نتيجة طبيعية جدا للي عملته آخر 6 شهور أو سنة أو سنتين أو ممكن أكتر. المشكلة بقى الأكبر بالنسبة لي إن أنا كنت كل لما بكبر هدفي من غير ما أغير سيستم يومي كل لما الإحباط كان بيزيد. الأهداف مهمة لأن هي اللي هتقول لنا الطريق اللي هنمشي عليه، بس من غير سيستم ليومنا الأهداف هتفضل بس سراب. طب نعمل ايه؟ الهدف الكبير قوي اللي ممكن يخلص تقريبا في سنة لازم يتقسم ويتقسم ويفضل يصغر ويصغر ويصغر لحد ما يبقى تصرف أو عادة أو فعل أعمله كل يوم بسهولة وكرره كتير جدا، بحيث إن كل يوم يبقى بيقربني لهدفي خطوة خطوة خطوة. الاستمرارية هي اللي هتوصلنا لأهدافنا مش الحماس.